الفنان الكبير الراحل هاني شاكر كان بينام ويصحى ويدعي ربنا يحقق أمنية واحدة له في حياته. للأسف رحيله وما حققهاش. هي الأمنية دي ايه علاقتها بوفاة هاني شاكر؟ أمنية هاني شاكر قبل دخوله المرض الأخير قال في برنامج إن اتمنى الموت المفاجئ، إنه ما بيحبش التعب وإنه يتعذب ولا يعذب اللي حواليه. اتمنى إن هو يفضل واقف على رجله لآخر نفس. اتمنى الموت يكون مرة واحدة، دي سنة الحياة. الأمنية دي ما اتحققتش للأسف، لأنه دخل في مرحلة مرض لمدة 6 شهور، عناية المركزة. الفترة دي تعذب أهله، يعني أرملته وابنه شريف. وفاة بنته دينا في 2011 دايما بيقول إنه يشعر إن الموت قريب منه جدا، وجزء من قلبه وجسمه دفن مع بنته في قبرها. قال أنا بقيت أتمنى الموت عشان أشوف بنتي، خدها في حضني، نفسي أقابلها في أقرب وقت. أما عن أمنية هاني شاكر التانية ما لحقش إنه يحققها، فكانت أمنيته إن هو يقوم بتسجيل القرآن الكريم بصوته. وقال في حوار له من 7 سنوات بفكر أسجل القرآن الكريم بصوتي، ولي الشرف والسعادة إني أتلو آيات من الذكر الحكيم. أنا خايف من الخطوة دي ومش عارف أعملها إمتى، بس جوايا إحساس إني في يوم من الأيام هعمل كده. إمتى وإزاي؟ وهل هقول القرآن كله؟ أكيد مش هقول القرآن كله. كمل هاني شاكر وقال له آيات بصوتي للذكر والناس تكون سمعتني، وأنا ليا الشرف والسعادة والفخر بإني أقول آيات من الذكر الحكيم. بس أنا خايف قوي من الخطوة دي، لكن اللي جوايا إحساس إني هعملها. إمتى بالظبط مش عارف، بس هعملها. للأسف توفى الفنان هاني شاكر ملحقش يحقق أمنيته دي. إحساسه إنه يتلو آيات القرآن الكريم بصوته. ربنا يرحمه ويتغمده بكامل الرحمة والمغفرة ويدخله فسيح جناته.